فزاع ماله؟ طمني عليه يا دكتور والنبي بسرعة. وحضرتك تقربي له ايه بالظبط؟ انا مراته يا دكتور، طمني. امضي على الاقرار ده حضرتك، لان النزيف حرفيا مش عايز يقف، اللي هو في رجله، ولازم. لا مش همضي، اعمل اي حاجة غير اللي انت بتقوله ده. لا لا، لو النزيف ما وقفش جسمه هيتصفى وهيموت، فهماني؟ لا مش هقدر امضي، لا الحقيني يا عمته، الحقيني، بيقول ايه؟ كذبني يا دكتور، هات الكلام ده امضيهولك انا، هات. شمس بتبكي بحرقة، ونصرة مضت على الإقرار وهي قلبها بيتقطع. وبعد ما الدكتور دخل وقعت من طولها وأغمى عليها على طول. شمس صوتت، وعارف جري على الممرضات ونده لهم يشيلوا نصرة معاه ويدخلوها على الأوضة وجابوا الدكتور يكشف عليها. شمس كانت حاسة إن هي في كابوس ولوحدها. اطمنت على نصرة وجريت على فزاع، وقفت على باب أوضة العمليات وكانت مستنية أي حد يطمنها لغاية ما لقت الممرضة وقالت لها إن حالته صعبة جدا وإنها لازم تدعيله كتير. شمس كانت بتحاول تتماسك لكن كانت حاسة إنها هيغمى عليها. فضلت رايحة جاية بين عمتها وفزاع لحد ما الدكتور المساعد قال لها إن حالته بدأت تبقى مستقرة. هنا شمس جريت على عارف وخدته بالحضن، وفجأة أغمى عليها. كانت حاسة إن هي محتاجة حد يقف جنبها. عارف لحقها وهي وقعت جنبه، وكان أخيرا أهلها وصلوا لغاية أمال وضحى وعابد وصقر، ولحقوها وجريوا عليها وشالوها وراحوا بيها على أوضة نيموها على السرير. ضحى بتبكي بحرقة وأمال بتحاول تبقى متماسكة. صقر رهبهم وراح لغاية مامته ولقى الممرضة هناك. سألها لو سمحتي هي عاملة ايه وعندها ايه دلوقتي؟ هو حضرتك ابنها صح؟ شكلك ابنها. بص هي عندها جلطة بس الدكتور لحقها، حاليا حالتها مستقرة. الصبح هتفوق وهتكون كويسة وهتبقى أحسن من كده، ما تقلقش عليها. سابته الممرضة وخرجت وقفلت الباب وراها. صقر كان حاسس ان الأرض تحتيه بتتهز، حاسس انه في كابوس ومش عارف يفوق منه. فجأة قعد على الأرض جنب السرير، بس ايد امه وقعد يبكي بحرقة. فضل باصص على وشها التعبان وهو مش في ايده حاجة يعملها. ضحى سألت على الأوضة ودخلت علشان تطمن على عمتها، وأول ما لقت صقر قاعد في الأرض جريت عليه. ضحى شدته ليها وضمته ليها وهو عيط أكتر. اهدى، اهدى يا صقر، اهدى يا قلبي، ربنا هيشفيها إن شاء الله. أمي بتروح مني يا ضحى، مش في إيدي حاجة، مش عارف أعمل لهم إيه. قوم صلي وادعي لها ربنا يشفيها. انا سألت الممرضة وقالت ان هي عدت مرحلة الخطر. بطل قلق بقى. انا حاسس ان ده كابوس. امي وفزاع في يوم واحد. فزاع ده مش اخويا، لا ده ابويا، ده السند، ده على طول في ظهري وبيقويني. انا بجد مش عارف اعمل ايه. انا مش عارف ولا فاهم ايه اللي حصل بين يوم وليلة عشان الاتنين يتعبوا كده او يحصل لهم كده. احمد ربنا يا ابني، ده قضاء ربنا وقدره، وان شاء الله الاتنين هيقوموا بالسلامة وهيتعافوا ويبقوا زي الفل. قوم معايا يا صقر، قوم اغسل وشك وانت هتبقى كويس وهم كمان ان شاء الله. صقر قاعد مكانه ما بيتحركش وماسك في ضحى. ضحى قامت وخدته على الحمام، غسلت له وشه زي الاطفال، وخرج قاعد على الكرسي قدام مامته بيوصف وشها ومتضايق وبيعيط زي الاطفال ومش عارف يعمل ايه. وعند شمس في الأوضة كان عابد وأمال قاعدين بيتفرجوا عليها ومش عارفين يعملوا لها حاجة، لغاية ما قامت وفاقت وقامت وشالت الغطا من عليها وكانت عاوزة تقوم وشالت المحاليل. رايحة فين يا بنتي؟ خليكي مستريحة. لا لا، عاوزة اطمن على فزاع، لازم اروح اشوفه، سيبوني بعد اذنكم اروح لفزاع. طيب يا بنتي قومي وانا هساعدك، قومي يا حبيبتي. يا دكتور حالة فزاعة ايه بالظبط؟ ارجوك انا عاوزة اعرف كل اللي حصل. بصراحة الحادثة ما كانتش سهلة ابدا. جسمه كله حرفيا كان فيه كسور وكدمات، ده غير الازاز اللي داخل في جسمه كله. احنا شلنا الازاز كله وخيطنا الجروح، لكن الجرح اللي كان في رجله كان صعب السيطرة عليه. فطرنا الرجل عشان النزيف يقف. كانش في حل تاني غير كده يا دكتور؟ ليه بس ليه؟ لو ما كانش حصل كده ما كانش النزيف هيقف، وكان جسمه كله هيتصفى وكان هيموت. كان لازم نتصرف ونبتر الرجل. احمدوا ربنا انه بخير، لان الحادث كان صعب جدا عليه، والحمد لله انها عدت على قد كده. احمدوا ربنا يا جماعة، وهو هيبقى كويس. طيب انا عاوزة اشوفه، الحمد لله بس انا عاوزة اشوفه ارجوك.
بصي، هو الأحسن ليه إن هو يكون مرتاح ونايم، لأن الكسور والكتمات كتير جدا في جسمه، هو هيتألم لو فاق دلوقتي، فالأحسن ليه يفضل نايم. فالراحة مهمة، ومع المسكنات هيكون أحسن. بعدين يا جماعة، دلوقتي في أطراف صناعية بتعوض الأطراف الطبيعية اللي راحت. إن شاء الله هيتعود عليها وهيبقى كويس وهيمارس حياته طبيعية جدا. في ناس كتير بتستعملهم وعايشين حياتهم طبيعية، بس المفروض تفضلوا حواليه وتدوله الشجاعة والقوة إنه يكمل. يا ربي يا ربي، ربنا يشفيه يا ربي يا ربي. عابد شكر الدكتور وقال له شكرا يا دكتور، وخد شمس وأمال وخرجوا بره. شمس صممت إن هي تخش تطمن على فزاع، فتعقمت وقامت رايحة داخلاله، وأول ما دخل لسه هتقرب منه وقفت واتصدمت من المنظر. فزاع كان متوصل بأجهزة كتير قوي في جسمه، ده غير الجروح اللي كانت باينة قوي وظاهرة. شمس اتصدمت لما شافته وبدأت إنها تعيط، ما قدرتش تمسك نفسها. كانت نفسها تقرب منه أكتر، لكن كانت خايفة. افتكرت إن النوم راحة ليه وكلام الدكتور، لغاية ما الممرضة دخلت وقالت لها إن شكلها تعبان ومرهق، وإن هي كمان لازم تستريح، وخدتها وخرجتها على بره. عابد وأمال خدوها ودخلوا بيها على أوضة عمتها. صقر لما شافها قام وقعدها على الكرسي وسألهم عن حالة أخوه واللي حصل له إيه. وعابد حكاله بالظبط كل الكلام اللي الدكتور قاله، وعلى موضوع بتر الرجل ده. صقر اتجنن وراح على أوضة أخوه على طول، ودخل ووقف قدام فزاع، وما كانش بإيده حاجة يعملها. صقر قلبه وجعه على أخوه قوي. فزاع اللي كان زي الجبل شامخ نايم على السرير، شكله تعبان قوي كده، زعل قوي ودموعه نزلت، بس حاول يتماسك شوية وافتكر كلام عابد لما قال له خليك شجاع عشان ندي لفزاع القوة والشجاعة، وخرج بره عشان ما يعيطش. ولما خرج لقى البوليس وصل، وكان واقف بيسأل شمس وعابد شوية أسئلة. هو فزاع ليه أعداء؟ أكيد، لأنه كبير عيلة الهاشمي أصلا، فليه أعداء أكيد. طب يا جماعة، آخر مشكلة تفتكروا كانت مع مين مثلا؟ أنا بتهم يوسف القناوي. شوفوا يا شمس، حرام تظلمي حد يا شمس، فكري. لا يا بابا، أنا ما بظلمش حد. وشمس حكت للظابط كل اللي حصل، وآخر خناقة حصلت بين يوسف وفزاع. طب تمام يا جماعة، احنا هنحقق في الموضوع، ولو توصلنا لأي حاجة هنرجع لكم أكيد، ولو في جديد بلغونا. عابد شكر الضابط، وبعد ما الضابط مشي فضل صقر واقف مكانه وبيفكر، يا ترى يوسف ليه يد في اللي حصل لاخوه، وهيعمل كده ليه؟ فزع حالته بدأت تستقر، نقلوه في أوضة تانية، ونصرة كمان بدأت تفوق، والدكاترة طمنوهم على صحتهم. كلهم كانوا متجمعين في أوضة نصرة، وعابد كان بيحاول يواسي أخته ويصبروها على اللي حصل. وشمس بدأت تمسك أعصابها، وبلغتهم كلهم إن هي اللي عايزة تقول لفزاع على اللي حصل، وكان تكون معاه لوحدها، هتدخله لوحدها. الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي. الله يسلمك يا شمس. عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. انا بخير طول ما انت بخير يا روحي. طبعا فزاع ما يعرفش اللي حصل لرجله ايه، وشمس قلقانة عايزة تقوله بس مش عارفة تفتح له الموضوع ازاي. ففزاع قال لها جسمي جسمي كله وجعني يا شمس قوي. الف سلام عليك. الحادثة كانت صعبة قوي يا فزاع. الدكتور قال لنا ان في جروح كتير قوي في جسمك، وان الحمد لله عدت على قد كده، شوية مسكنات وهتعدي المرحلة دي، وهترجع احسن من الاول اكيد. فترة وهتعدي، صدقني وخليك واثق فيا يا حبيبي. ماشي، الحمد لله على كل شيء يا شمس، الحمد لله. انت مؤمن يا فزاع صح؟ وعارف ان كل ده ابتلاءات، وعارف ان الابتلاء بيبقى اختبار لينا صح؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال حديث حسن أكثر الناس إيمانا أشدهم. صح يا فزاع ولا إيه؟ كلها ابتلاءات من عند ربنا ولازم نصبر. شمس، هو أنت عايزة تقولي إيه؟ أنا إيه ابتلائي بالظبط؟ فهميني يا شمس، عايزة تقولي إيه؟ بص، رجلك الشمال يا فزاع كانت الإصابة فيها، يعني النزيف ما كانش راضي يقف، فالدكتور اضطر ان هو يبترها. فهم.
أنا فزع وشمس بتتكلم، ضربات قلبه بتزيد، في دموع نزلت من عينه. شمس اترمت في حضنه وضمته جامد، وبدأت تعيط هي كمان معاه. فزاع، أنا بحبك يا فزاع، ودي فترة وهتعدي، واحنا مع بعضينا. المهم دلوقتي ان انت بخير ومعايا. مش عايزة اتكلم، اطلعي برا، اخرجي وسيبيني ارجوكي يا شمس، اخرجي برا. انا ما اقدرش اسيبك يا فزاع، يعني لو كنت مكانك كنت هتخرج وتسيبني؟ بس انتي مش مكاني، اخرجي برا يا شمس وسيبيني، اخرجي. ده ابتلاء ولازم ترضى يا فزاع، وبعدين انت كويس، انت فاهمني؟ انا محتاجالك وعايزاك تكون قوي جنبي، عشاني وعشان عيالك اللي في بطني، مامتك واخوك، وكلنا اصلا بنستمد بقوة منك يا فزاع. افهم بقى. اخرجي، اخرجي يا شمس ارجوكي، مش عايزة اتكلم، اخرجي وسيبيني لوحدي. شمس بصت له بحزن ووجع وحرقة في القلب، وقامت وخرجت بره الأوضة وسابته وهي قلبها بيتقطع عليه. صقر كان خرج من عند مامته وكان واقف بره الأوضة، وأول ما شاف شمس: ايه يا شمس، فزاع كويس؟ اه فاق يا صقر، كويس. ايه، قلتيله على حاجة؟ اه قلتله، وقال لي اخرجي بره، انا عايزة اقعد لوحدي، وكان متضايق قوي. معلش، اكيد مصدوم، انا هدخل اتكلم معاه شوية يمكن اهون عليه. ادخل له يا صقر والنبي، يمكن تقدر تخرجه من الحالة اللي هو فيها دي. صقر وقف على باب الأوضة شوية بيستجمع شجاعته عشان يمسك نفسه قدام فزاع وما بينلوش أي زعل. وبعد كده دخل عليه الأوضة، وقف قدامه، حاول يمسك نفسه قدام فزاع ويبين إن هو قوي. وبعدين قال له: الحمد لله على سلامتك يا أخوي، كده تقلقنا عليك؟ ينفع كده؟ لكن فزاع بصله ووجع وسكت ومردش عليه. يا عم قولي، هو اللي بيعمل حادثة بيبقى كده ويبقى عامل كده؟ كده ايه؟ مش فاهم حاجة. يعني بيبقى قمر كده. يا عم ده الممرضات عمالين يتخانقوا بره، مين اللي هيخش لك؟ عمالين يزقوا في بعض. انت هتهزر؟ ده وقته يعني يا صقر تهزر فيه؟ اه فيها ايه، ما انت زين اهو، فيك حاجة؟ اه، عرفت باللي حصل معايا يا صقر. ايوه عرفت، بس ده قضاء ربنا، وانت كويس اهو يا فزاع. الدكتور قال ان الحادثة كانت شديدة. ايوه، بس انا مش هعرف امشي تاني. ازاي همشي؟ يا عم في طرف صناعي يتركب، بس لما الجرح يلم شوية وتسترد صحتك وهترجع تمشي تاني عادي، ومحدش هيعرف باللي حصل غيرنا بس. يعني طبيعي، كأنك طبيعي بالظبط. قلبي وجعني قوي، قلبي وجعني قوي يا اخوي. صقر جري عليه واترمى في حضنه. سلامة قلبك، انت مش اخوي بس يا فزاع، انت عارف، انت ابوي. احمد ربنا يا اخوي انك بصحة وبعافية، وانك قمت لينا بالسلامة من الحادثة. ماشي، الحمد لله على كل حال. الباب خبط ودخلت الممرضة، وشمس دخلت معاها. مجرد ما الممرضة قالت له الحمد لله على السلامة، صقر غمز لفزاع، وفزاع بصيله بصة حادة وسكت. الممرضة غيرت على الجرح وغيرت له المحاليل وخرجت بره وسابتهم لوحديهم. شفت الممرضة حلوة ازاي يا اخوي؟ والله لا اقول له ضحى. بقول لك ايه، ابعد عن فزاع، هتفسد اخلاقه. مالكش دعوة بجوزي، انتي هتغيري من الممرضة يا شمس. اه، بغير ممرضة وبغير عليه من الهوا كمان. الله يسهل له يا اخوي، شمس عيونها هتطلع قلوب. بس يا رخم، فزاع مش بيتكلم، سكت وفي دنيا تانية خالص. تسلم بحزن. فزاع، قومي تعدل اجيب لك كوبايه عصير تشربها. لا، مش عايز حاجه، انا عاوز انام، سيبوني بعد اذنكم. سقر عدله المخده وخرج بره الاوضه، وشمس قعدت جنبه مرضتش تخرج. ارجعي البيت وارتاحي يا شمس، شكلك تعبانه، يلا قومي روحي، روحي ارتاحي، راحتي معاك يا حبيبي، انا كده مرتاحه. شمس، اسمعي الكلام، انتي حامل وتعبانه ولازمك راحه، روحي وتعالي بكره. مش همشي من هنا غير وانت معايا يا فزاع. هو انتي مش بتسمعي الكلام ليه؟ مش قلت امشي وروحي؟ شمس قامت وقفت وعيونها مليانه دموع، خرجت بره وقفلت الباب وراها وهي ماسكه نفسها من العياط. فزاع اتنهد وخد نفس بالراحه، حاسس بحزن وضيقه. هو مش عايز يشخط فيها ولا يزعق، بس برضه عايزها ترتاح، مش عايزه تقلق عليه. شمس غسلت وشها
ودخلت عند عمتها الأوضة واللي كانوا كلهم قاعدين وحبوا يطمنوا عليها وعلى فزاع منها. أنا عاوزة أطمن على فزاع، ودوني الفزاع ابني، هو نايم دلوقتي يا عمته، ما تقلقيش بقى كويس، يعني نام انت يا عمته. يا خال، خد ضحى ومرت خالي وشمس معاكوا وروحوا ارتاحوا شوية وابقوا تعالوا بكرة. لا أنا مش هروح، أنا قاعدة معاك. ما يصحش يا فقر، خلينا قاعدين معاكوا يا ابني، لازم ترجعوا ترتاحوا، شكلكوا تعبانين وشمس كمان تعبانة ومحتاجة تريح عشان تاكل عشان اللي في بطنها. يلا خدوها بقى. خلاص خلاص يا حاجة، اهدي انتي بس واحنا هنمشي حاضر. عابد خدهم كلهم وروح وساب صقر واقف مع نصرة. شمس روحت البيت، خدت دش وغيرت هدومها ولقيت نفسها مش عارفة تنام. رجعت على المستشفى تاني ودخلت عليهم. ايه ده؟ ايه يا شمس؟ ايه اللي جايبك تاني؟ ما جاليش نوم فقلت لاجي اقعد معاكم. خلي بالي من فزاع ومن طنط ومروح انت يا صقر، كفاية عليك كده. لا، خش انت الفزاع وانا هقعد هنا مع عمي، ولما خالي يبقى يرجع هبقى اروح انا. شمس راحت دخلت لفزاع على طول من غير ولا كلمة، وصقر فرح ان هي رجعت تونس فزاع. والله هو ده اسمه ايه يا ست شمس اللي انت عاملاه ده؟ اسمه بخصمك، ما بكلمكش، زعلانة منك. ايه حركات العيال بتاعتك دي؟ لا انا انده فيفي بقى اتكلم معاها. لا. شمس قامت وقفت من على السرير ووشها احمر وبصت له بغضب وقالت له: فيفي؟ فيفي دي اللي هي الممرضة اللي بره صح؟ اه صح. هي قالت لي لو عايز حاجة اكلمها فهكلمها. طب اقسم بالله يا فزاع لو شفتك بتكلمها لهوريك. فزاع شدها عليه فوقعها على السرير وبصلها بنظرة حادة: بتهدديني؟ اه. لا لا. فزاع حضنها وضحك وقال لها: انا كنت بهزر معاكي، بطلي بقى شغل العيال ده، انتي حبيبتي ومفيش غيرك في قلبي وانتي عارفة كده كويس. يا طفلة، طفلة بجد. عدى اليوم وتاني يوم صقر جاب عابد وأمال ونصرة وضحى في عربيتين وجم ورا بعض على المستشفى. كانت شمس خلاص لبست هي وفزاع ولموا الهدوم وجهزوا نفسهم للنزول، وخدت فزاع وسندته ونزلوا على تحت. عابد خد أمال وخد نصرة وركبوا العربية مع عارف السواق، وصقر خد ضحى وخد شمس وفزاع واتحركوا بعربية واحدة مع بعض. ضحى كانت قاعدة جنب صقر وشمس وفزاع قاعدين ورا مع بعض، والدنيا كانت هادية في العربية لغاية ما صقر قال لهم: فزاع أنا خلاص قدمت استقالتي وهرجع معاك، أمسك بقى الشغل معاك وبالمرة اشتري بيت واقعد اوضب فيه لغاية ما ضحى تخلص عشان نتجوز. ليه كده يا صقر؟ هو انت يا ابني مش قلت ان انت هتقدم استقالتك اخر السنة مش دلوقتي خالص؟ ليه بدري؟ والله يا فزاع اخر السنة من اولها مش هتفرق، كلها واحدة. والله احسن كده، ده كان مجنني بكمية البنات اللي كانت بتكلمه لقيت تسأله على حاجة مش عارفة ايه وهو بقى عايش الدور قوي. انت اللي في القلب يا قمر ومفيش غيرك، اهدي بقى شوية. اه يا اخويا اضحك عليا قوي، ماشي يا عم. شمس بصت لضحى وقعدت تضحك وبعد كده بصت لفزاع وسندت راسها على كتفه وراحت في النوم من تعبها وسهرها معاه الفترة اللي فاتت. وبعدين بقى مع اختك بقى يا شمس ما تكلميها وهديها كده عليا. شمس نمت يا ناصح، كلمها بقى انت وبالراحة شوية. طب ما تنامي بقى انت كمان يا ضحى، نامي شوية حبيبتي. لا انا صحيالك صحيالك قوي. ضحك فزاع عليهم هما الاتنين وبص لشمس بحب. شمس غير ضحى خالص، هي اصلا هادية بس من وقت الحمل وهي كل ساعة بحال، وحمد ربنا قوي ان هي لسه واقفة معاه وبتساعده. وبعد شوية كانوا وصلوا خلاص الفيلا. فزاع خد شمس وطلعوا فوق يغيروا ويناموا. ضحى وصقر راحوا يتمشوا شوية، وتاني يوم الصبح اتجمعوا على الفطار وقعدوا في الجنينة بره باصين على البحر، فطروا مع بعضيهم. صقر خد ضحى وراحوا يتمشوا وشمس فضلت قاعدة مع فزاع وملاحظة عليه ان هو متضايق قوي، فقالت له بهزار وضحك: مالك يا كبير؟ فيك ايه؟ ساكت كده ليه؟
لو عايزة تتمشي على البحر قومي روحي معاهم، أنا قاعد هنا. اتفضلي يلا. طب ما أنا لو عايزة أتمشى على البحر هقولك يا فزاع، وهنقوم أنا وأنت نتمشى. نتمشى ازاي؟ هو انتي مش شايفة فيا ايه؟ فزاع أنا حامل ومش قادرة أتمشى خلاص، وبعدين الوضع اللي انت فيه ده مؤقت، هتركب الجهاز وهتكون كويس، وبعدين انت بتتحرك مش مشلول، انت فاهم؟ قامت شمس بعصبية ودخلت على الفيلا جوه، وسابت فزاع قاعد لوحده. ولما دخلت لقيت عابد وأمال ونصرة قاعدين مع بعض، فعابد وقفها وقال لها: شمس، احنا مضطرين يا شمس ان احنا نرجع، اختك بقالها فترة كبيرة ما بتروحش الجامعة بتاعتها، وامتحاناتها قربت، وانتي عارفة ان السنة دي مهمة عندها، فمضطرين ان احنا نرجع القاهرة. هتعوزي حاجة يا حبيبتي مننا؟ ماشي يا بابا، ربنا معاهم ومعاكم. عمته، انتي خدتي الدواء بتاعك يا عمته ولا نسيتيه؟ فاكرة ولا ايه؟ اه يا حبيبتي اخدته، ربنا يخليكي ليا يا رب. شمس استأذنت منهم ودخلت على المطبخ، راحت عملت كوباية عصير موز باللبن لفزاع، وراحت خارجاله تاني في الجنينة وادتهاله، لكن فزاع ما أخدهاش منها. فزاع، امسك، عملتلك كوباية عصير حلوة. مش عايز أشرب حاجة، شكرا. شمس حطتها قدامه وفضلت قاعدة بصاله ساكتة، وبعدها خدت ايد فزاع، ضمتها ما بين ايديها وبستها بحنان، وقالت له بهدوء: فزاع، ايه رأيك نسهر مع بعض النهاردة شوية؟ لا، لا طبعا. ليه؟ هنسهر انا وانت لوحدينا فوق في اوضتنا. فزاع بصلها وفهم هي تقصد ايه، فقال لها: لا لا. يا ساتر، رخم. بتقولي ايه؟ ما سمعتش. مش بقول بص للبحر، خليه ينفعك، بص كده للبحر. ماشي، اسكت. شوية وكانت ضحى وصقر رجعوا وقعدوا مع بعضيهم، وبرضه فزاع قاعد ساكت. اقول لكم ايه، فوق في بلاي ستيشن، انا كنت فاكره ان انا جايبه هنا، ما تيجوا نطلع نلعب مع بعضينا فوق؟ يس، والله فكرة حلوة قوي، انا بدأت ازهق، انا هغلبكم على فكرة كلكم. شمس بصت لفزاع وافتكرت المواقف اللي كانت حاصلة ما بينهم لما كانوا هنا اهو، وشمس قعدت تضحك وفزاع ابتسم. صقر شافها فسألها: بتضحكي على ايه قوي كده يا شمس؟ ما تضحكينا معاكي. مفيش، اصل انا مش بعرف العب بيه خالص. ليه يا بنتي؟ ده سهل قوي قوي، هعلمك. بقول لكم ايه، انا ماليش مزاج العب خالص. بقول لك ايه، اطلع انت وضحى العبوا، احنا قاعدين هنا، القعده هنا اجمل. استنى بس يا صقر، تعالى نروح انا وانت الاول نصلي في الجامع، وبعد كده ارجع العب. صقر ساعد فزاع وسندوا العكاز وراحوا على الجامع، صلوا مع بعض. اما بقى شمس فطلعت على اوضتها تستنى فزاع فوق لغايه ما رجع، واول ما فتح الباب لقى شمس قاعده جنب السرير وضم رجليها وبتعيط بانهيار. راح وقعد على السرير وشدها، مسح دموعها وقعدها جنبه على السرير وطبطب عليها لغايه ما هديت، وبعدين قال لها: مالك يا شمس؟ بتعيطي كده ليه يا حبيبتي؟ في ايه؟ انت ما بقتش تحبني، انا حاسه ان انت بقيت تكرهني. انا يا شمس؟ ده انا بعشقك، ده انا بحمد ربنا ان انت معايا، والله وبحمده كل وقت انه رزقني بيكي. ليه بتقولي كده؟ شدها فزاع في حضنه وطبطب عليها وقال لها: كفايه كفايه يا شمس، دموعك غاليه عليا قوي يا حبيبتي، كفايه ما تعيطيش. طيب اوعدني انك تفضل تحبني كده على طول لغايه لما اموت، ما تبطلش تحبني. بعد الشر عنك، ربنا يخليكي ليا ويحفظك. يا ريت ما تقوليش كده تاني يا شمس، والكلمه دي ما تقوليهاش تاني، مفهوم؟ مفهوم يا فزاع، مفهوم. خدها وناموا على السرير وطبطب عليها في حضنه. شمس راحت في النوم وهو ضمها ليه بحب وحنان. صقر رجع من الجامع، خد ضحى وطلعوا فوق في الأوضة، فتحوا البلاي ستيشن وقعدوا يلعبوا، وضحى كانت بتصوت ما كانتش عارفة تلعب. ايه يا عم بقى، خلاص ارحمني، كفاية. ايه ده، في ايه؟ لا تستاهلي عشان ما تقفيش قصادي وتتحديني يا بنتي، ده انا لعيب قديم وفي الملاكمة بالذات. وسعي بقى كده. يا عم صدقتك خلاص، ابعد بقى شوية. يا لهوي، لا 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 لا، هتخسري، هو مفيش رحمة. خدي دي. اخصى عليك يا صقر والله، ده انا مراتك حبيبتك تعمل كده؟ مال فتحت الباب عليهم بخضة وبسرعة وقالت لهم: بنت يا ضحى، ايه قلة الادب اللي انت عملتيها دي؟ سفلة،
يا سافلة يا ضحى. صقر كان باصص لها وحاول يستوعب الموقف، وبعدها فهم وانفجر من الضحك. وأمال كانت بصله باستغراب وقالت له: وانت اللي كنت بقول عليك عاقل؟ ماشي يا صقر، قومي يا كلبة قدامي. والله يا ماما ما عملتش حاجة، انا كنت بلعب بلاي ستيشن مع صقر، ايه اللي حصل يعني؟ امال بصت لهم وبصت للشاشة وضحكت. فصقر قال لها بضحك: والله يا حماتي انا نفسي اعمل اللي في دماغك، بس للأسف انا مدي حماية كلمة. بس يا واد انت كمان تعمل ايه؟ ده لسه بدري، اسكت خالص. هو بس سؤال، هو انتوا بتقولوا ايه؟ عشان انا مش فاهمة حاجة، يعني فهموني. اخرسي اخرسي يا زفتة خالص، اسكتي. اوف، هو انتي بتزعقي لي ليه؟ وانت كمان ما تفهمني في ايه؟ بتقولوا ايه؟ بصي هي حاجة مش مهمة ليكي حاليا، بس هفهمك بعدين، يعني بعدين انا وانتي كده لوحدينا هبقى افهمك. صقر، هو انت بتقول لها ايه؟ بتعلي صوتك. بقول لك ايه يا حماتي، والله لا انت قاعده معانا وهتلعبي معانا كمان. تعالي تعالي بس. ايه يا ابني؟ لا مش هعرف العب، انا ما بعرفش اعمل انا كده. خلاص والله انا قلت كلمه، تعالي هعلمك، هتدوسي هنا وهتضربي كده. تعالي تعالي.